طبعا الماتش الاكثر اهميه، والماتش اللي كان مفاجئ بشكل صادم لكل الناس على فكره، مش بس اهلاويه وزملكاويه وايا كان انتمائهم في الكوره، هو ماتش بيراميدز والاهلي. لانه بعد تعادل الزمالك امام امبي 0-0 ما في حد ما كانش متوقع ان الاهلي هينزل ياكل بيراميدز، يعني هينزل يدغدغ الملعب ويطلع من الماتش ده بالفوز باي طريقه واي شكل كان، حتى لو ربع صفر بس يبقى كسبان. خاصه انه جمهور الاهلي امبارح كان عامل ملحمه من قبل اللقاء، يعني جمهور الاهلي عامل ملحمه تشجيع ما بيقفش من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره ومن قبل اللقاء اساسا. ده حتى بين الشوطين كنت انا عندي الاستوديو بين الشوطين جايبين لنا الفيد بتاع الجمهور بين الشوطين، الجمهور كان بيشجع بين الشوطين، يعني يعني مفيش ماتش مفيش حاجه الجمهور كان بيشجع. لكن اللي حصل سميه بقى فضيحه، سميه خذلان، سميه تقاعس، سميه بكل الاوصاف السلبيه الممكنه. لانه القصه مش قصه خساره، ما هو اصل انت برضو الكوره مكسب وخساره، وانت بتلعب فرقه كبيره بتنافس على اللقب، حامل لقب دوري ابطال افريقيا، بطل افريقيا حتى هذه اللحظه هو بيراميدز، فوارد تخسر. بس اللي مش وارد هي الروح الانهزاميه، اللامبالاه، التنافر، عدم وجود وحده، كل الصفات اللي تخليك كجمهور اهلي قاعد بتتفرج. مين دول؟ مين الاشباح اللي في الملعب دول؟ مين الاشباح اللي لابسه فانيلات حمراء على اعتبار انهم بيمثلوا الاهلي؟ مفيش روح، مفيش قلب، مفيش نحرره. الوحيد اللي يديك احساس ان هو بيغل وبيجز عشان يعمل حاجه هو تريزيجيه. لكن مفيش حتى كلام، العيال بتتكلمش مع بعض، تحسهم مش طايقين بعض، تحسهم بيتمنوا الشر. انا يعني انا مش عايز اكون بتقول او بخش في نوايا حد، بس تحس ان في روح غريبه في الملعب، يعني في ماتش انت في ايدك خلاص الدوري يرجع لك بعد ما كان بعد جدا، الدوري يرجع لك مره تانية وبقى في ايدك تكسب الاربع ماتشات اللي جايين، تكسب الدوري، تقوم مفيش كده بلح، مفيش اي حاجه. يعني لعيبه الاهلي امبارح مفيش اي حاجه، حتى في اول ربع ساعه اللي هم نزلوا وروح وضغط وبتاع واستغلوا الدافع المعنوي بتاع الجمهور، برضه مفيش فرص. يعني هو ضجيج بلا طحين، في ضجيج، لكن مفيش حاجه، مفيش فرص تقدر تقول ده اصل الشناوي طلع دي من تحت المقص، دي جابها من تحت مفيش حاجه. يعني خرج بقى تورب بره القصه، لان تورب كده خلاص، ما هو معروف ديته، وكل الناس عارفه ان تورب قاعد عشان الشرط الجزائي، عشان الاهلي مش عايز يدفع شرط الجزائي المدير فني ثالث بعد كل ربع تورب، فمش هيعمل ده مع بعد قصدي كولر وريبيرو، مش ده كان مع تورب.